دائم تعني لي مباريات النصر والهلال الشيء الكثير، ومن أجمل المباريات اللي تمتعت فيها مباراة النصر والهلال 4-4. طبعا المباراة هذه جت بعد ما رسخ في بال جماهير الكرة السعودية، جماهير النصر بشكل خاص، أنه فهد لما يكون موجود مباراة النصر والهلال نادرا ما يكون هناك نوع من الهزيمة أو نوع من الأشياء اللي ما يتمناها جمهور النصر. فالحمد لله جت مباراة اللي هي 4-4 كشاهد للجماهير النصراوية. كنت في موقف لا أحسد عليه بين شوطين المباراة، بسبب أني بنيت صورة جيدة لدى جماهير النصر في مباريات النصر والهلال. فتمنينا أن نسمع كلمة من المدرب أو من أحد بين شوطين المباراة، فعمنا السكوت لصعوبة الموقف، مهزومين 3-0 في الشوط الأول. فاللي صار بين الشوطين أنه كان هناك سكوت، قدرت أني أوقظه بتجمعي كانوا معي في ذاك الوقت شباب، ما كان موجود لا ماجد ولا يوسف خميس ولا محيسن الجمعان ولا صالح المطلق، ما كان في الفريق ذاك الوقت إلا أنا. كان موقف صعب جدا، أيقظت منه في وقت أني أشجع نفسي وأشجع زملائي ليمحوا الصورة اللي طلعت في الشوط الأول. فجمعت الشباب وقلت يا شباب احنا قدمنا مباراة جيدة الشوط الأول، لكن يجب أن ننزل ونغير نتيجة الشوط الأول. فحاولت أني أشجع نفسي وأشجع زملائي وحثهم على الحماس. فبالفعل نزلنا المباراة وفي بالنا شيء كبير أن نسويه، لكن تفاجأت في أول دقائق الشوط الثاني الهدف الرابع. حسيت أنه يجب أني أركب ماطور على ظهري، أو أني يجب أني أشد حيلي أكثر من أول، يجب أني أغير الصورة، يجب أني أظهر بمظهر أحاول أغير النتيجة بأي طريقة. فأذكر أني فكيت الفنيلة، طلعتها من الهاف وطلعتها برا، وصرت أتابع كل كورة، صرت أحط على بالي أني حاط ماكينة على ظهري ويجب أني أتابع كل كورة سواء مع الخصم أو مع فريقي. قدرت أحثهم، قدرت أنه جبنا الهدف الأول، قدرت أني أحرك المباراة، جبنا الهدف يعني بتوفيق من الله. ثم مجهود زملائي، لا أنكر أن زملائي كلهم كانوا نجوم في ذاك الوقت، لكن ما كان هناك عامل حظ. حتى أني أذكر أن جبنا الهدف الثاني والثالث والرابع، ولو أسعفنا الوقت كان يمكن تتغير نتيجة المباراة. لو نرجع للفرص الضائعة في المباراة كان يمكن تنتهي المباراة على 7-4 للنادي النصر. طبعا هذا ما ينكر أن الفريق الشقيق نادي الهلال قدم مباراة جيدة، لكن هذه مباراة ما يمكن أن أنساها طوال حياتي، وصارت راسخة في أذهان الجماهير السعودية، جماهير النصر السعودي. مباراة جميلة جميلة جميلة. الريفي كان يحاول من بداية شوط المباراة الثاني. شوف الريفي شعل الريفي شعلت المباراة، شدت المباراة إلى جناح أيمن خطير، والريفي وضربة جزاء للريفي للنصر، ضربة جزاء للنصر. الريفي كان يحاول من الريفي في المرمى، جول الريفي الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء. الريفي بيحط هدف النصر الثاني ويشعل المباراة. الريفي تسبب في ضربة جزاء وحطها هدف ثاني للنصر. عارف الريفي بكل قدرة، الريفي بيحطها على مقطوعة لليمين، ساعد الطريق تتنفذ، إبراهيم عيسى أرضية تمر في المرمى، جول هدف جميل. كندي الثالث. مباراة مثيرة و7 أهداف تتنفذ بالراس إلى ضربة مرمى. ناصر بيعلي بالراس في المرمى، جول نصراوي، جول للنصر بالوقت بدل الضائع، هدف
هدف التعادل، هدف التعادل للنصر.